لو عايز تعمل فلوس من يوتيوب فالفيديو ده ليك. انا عارف انك تعبت من كتر الفيديوهات اللي بتفضل تقولك هتعمل فيديو كامل بالذكاء الاصطناعي وتعرف تكسب من اليوتيوب اوتوميشن، بس بتخش على الفيديوهات دي وفي الاخر ما بتلاقيش فايدة. فانا جاي اقولك على طريقة فعلا مجانية بالكامل. اهلا بيكم، معاكم عمر شعبان في فيديو جديد. في فيديو النهاردة هقولك ازاي تعمل فيديو كامل بالذكاء الاصطناعي، وكل ده بطريقة عملية خطوة بخطوة لأي حد مبتدئ ومش عارف يبدأ منين. اتفرج على الفيديو لحد الآخر، لأن في آخر الفيديو هقولك على طريقة لو عملتها هتزود مشاهداتك أضعاف. فأهم حاجة ما تنساش اللايك والاشتراك في القناة. يلا بينا نبدأ الفيديو. أول حاجة معانا وهو كتابة السكريبت من شات جي بي تي. هنكتب عايز اعمل قناة على يوتيوب بتجذب الاجانب وتكون كاملة بالذكاء الاصطناعي، وعايزك ترشح لي افضل مجال عليه طلب عالي في 2025. احسن مجالات رشحها ملخصات كتب، قصص مرعبة وخيال علمي، اخبار الذكاء الاصطناعي، قنوات مديتيشن، قنوات تعليمية للاطفال. وهو رشح لنا اكتر مجال عليه طلب عالي وهو القصص المرعبة. فاحنا هنبدأ بالقصص المرعبة. هنا جايب لنا اسماء القنوات، هنقول له يرشح لنا افضل اسم وافضل سكريبت بيجذب الاجانب وبيثير الفضول. هنا رشح لنا افضل اسم للقناة. هنقول له بقى عايزين القناة تكون ألمانية لان ربحها بيكون اعلى. هنقول له بقى عايزك تعمل لي شورت فيديو لليوتيوب شورت، ويكون سكريبت جذاب وفضولي ويكون من غير صوت. هيبدأ هنا يعمل لنا السكريبت وبيعمل لنا وصف صور المشاهد. هنبدأ بقى ناخد وصف صور المشاهد دي والكلام اللي مكتوب ده ونروح على جوجل جيميني عشان نصنع الصور. فاحنا هنا بنعمل كوبي وبنروح نحط الكلام في جوجل جيميني. بيبدأ يصنع لنا الصورة وبنرجع على شات جي بي تي عشان نجيب السكريبت التاني ونصنع الصورة التانية. وبكده تكون الصورة التانية جاهزة معانا. وبنبدأ نكرر العملية دي لحد ما نخلص وصف المشاهد بتاعت الصور كلها. فتابعوا معايا الشرح وانا بعمل الصور.
ودي بتكون طريقة التنزيل، بنلاقي علامة تنزيل كده فوق الصورة على الشمال. وبتلاقي الصور نزلت عندك في المعرض. فاحنا كده عملنا الصور كلها اهي. دلوقتي بقى جه وقت كاب كات عشان نعمل المونتاج. بنخش على كاب كات وبنختار الصور بس بترتيب المشاهد. بعد كده بنعمل مونتاج بسيط، فتابعوا معايا النتيجة النهائية. رابع حاجة معانا وهي الهاشتاجات والكلمات المفتاحية. بنرجع على شات جي بي تي تاني وبنكتب عايز عنوان وهاشتاجات للفيديو قوية وبتناسب ال SEO. بيبدأ هنا يرشح لك عنوان قوي وبيرشح لك بدائل قوية، وبيبدأ يعمل لك الهاشتاجات دي، بتختار منهم 3 أو 4 في الفيديو. خامس حاجة وهي مهمة جدا، تنزيل الفيديو في الوقت المناسب. فبتكتب له عايز أفضل وقت مناسب لتنزيل الفيديو. فبالتالي عشان احنا بنتارجت الجمهور الألماني، فهو بيقولك دلوقتي من 6 مساء ل9 مساء بتوقيت ألمانيا، ومن 7 ل10 بتوقيت مصر. وبكده نكون خلصنا الفيديو. يا رب تكونوا استفدتوا، وشكرا لانك كملت الفيديو لحد الاخر. ما تنساش بقى اللايك والاشتراك وكومنت لو في حاجة عايزني اوضحها لكم اكتر. بحبكم جدا، سلام.